مساء الخير يا جماعة، إيه الأخبار؟ عاملين ايه؟ أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة خيري 2D. زي ما انتوا قريتوا من العنوان إن فيديو النهاردة هيكون عن الإلهام والإبداع، الكلام ده كله ما إلى ذلك. الموضوع ده الحقيقة يعني يعتبر شائك جدا بالنسبة لمعظم الناس وأنا منهم، لأن حاجة زي دي مش سهلة خالص إن انت يكون دماغك طول الوقت فيها تجديد وفيها إبداع وكل ده. فده يعني شيء مش سهل إن انت تحافظ على ده باستمرار. والحقيقه ان ده يعني انا شايف ان انت طول الوقت تبقى في الهام وفي ابداع والكلام ده كله ده صعب. يعني احنا بنعدي بوقت في مثلا دماغنا فيها افكار كتير قوي ومتحمسين نعمل حاجات كتير، وفي حين ان بيجي وقت تاني مثلا انت طاقتك قليله، او ان انت يعني ما عندكش طاقه ان انت تنفذ حاجه، افكارك مش موجوده، دماغك فاضيه، الكلام ده كله. وده مش عيب، يعني انت في الاول وفي الاخر بني ادم، وعقلك ده يعني في حاجة أصلا في مجال من ضمن المجالات الطبية اسمه الصحة العقلية، يعني وإن أنت مخك إزاي تحافظ إن هو طول الوقت يبقى على قد ما تقدر يبقى سليم. خصوصا يعني إحنا كمان المجالات اللي هي الفنية أو الإبداعية اللي بتعتمد على تشغيل الدماغ زي الرسم، الغنى، الكتابة، الكلام ده كله بتحتاج إن أنت تجدد عقلك اول باول، لان انت دماغك مش شغاله طول الوقت. انت دماغك بيجي عليها وقت بتلاقيها عطلت خالص. حتى ده عندنا احنا في مجال الرسم، يعني انا بتكلم على الحته اللي انا فاهم فيها نسبيا. في مجال الرسم مثلا بنسمي حاجه زي دي الارت بلوك، اللي هو ان انت دماغك واقفه خالص، مفيش افكار للرسم، مفيش افكار تحريك مثلا، مفيش افكار فيديوهات، مفيش اي حاجه. تمسك الورقه والقلم مش عارف تطلع كاركتر، مش عارف ترسم، مش عارف تبدع. فهو كل الكلام ده احنا بنسميه عندنا الارت بلوك. دي بتبقى فتره كده زي ما تقول ان انت دماغك خلاص عطلت، يعني جابت اخرها من كتر الاستخدام ومن كتر الضغط اللي عليها. فيعني بيكون حل الموضوع ده ان انت تريح دماغك شويه، تستجم، ان انت تغير المكان اللي بتقعد تشتغل فيه، تروح اماكن جديده، تتمشى، كل الحاجات دي، تجرب حاجات مختلفه. في نفس الوقت في فتره الارت بلوك دي مش بيكون الحل ان انت تبعد عن الرسم خالص، لا، بيكون ان انت بترسم برضو، بس زي ما تقول ان انت بتحاول تجبر نفسك على قد ما تقدر ان انت تمسك ورقة وتمسك قلم وتطلع اي حاجة ايا كانت هي ايه، بحيث ان انت ما تضيعش فترة من غير ما تعمل حاجة، فاهمني؟ فلحد ما بترجع بقى تاني لطبيعتك وعقلك يبدأ يشتغل تاني، وتبدأ ان انت تطلع شغلك زي ما انت متعود. يعني ده بالنسبه لموضوع الارت بلوك وان انت يعني مفيش مصدر الهام ليك وكده. اما بالنسبه بقى لموضوع الالهام بشكل عام وان انت ازاي بتستلهم افكارك والكلام ده، فانا من كام يوم كده كنت نزلت ستوري على الانستجرام عندي. بالمناسبه يعني انتوا لو مش متابعيني على الانستجرام فانتوا فايتكم كتير جدا، خشوا تابعوني يا ريت. فالمهم اني كنت نزلت ستوري سالت الناس فيها هل هم شايفين ان الاحسن ان انت يكون عندك مصدر الهام ثابت بتستعين منه بالافكار ويكون هو اللي بيلهمك يعني وبيخليك تستمر في شغلك، او ان انت تكون بتتفرج كتير هنا وهناك وبتجمع مصادر مختلفة وما عندكش مصدر ثابت. فلقيت ان معظم الاجابات كانت متفقة ان الاحسن ان انت يكون عندك اكتر من مصدر بتستعين منه. والحقيقة انا برضو شايف نفس الموضوع ده، يعني انا مع الرأي ده جدا، لان انت في الاول في الاخر لو عندك مصدر واحد بتستلهم منه او هو ده الماستر بتاعك يعني، فانت هنا للاسف هتكون متأثر بيه بدرجة كبيرة قوي، وده هيبان بشكل كبير قوي على شغلك، ونسبيا ده مش شيء كويس. فانت الاحسن ان انت بيكون ليك اسلوبك، ليك ستايلك، ليك طريقتك في التفكير، كل الكلام ده. فده مش هيجي غير لما يكون ليك اكتر من مصدر في التعبير او في التفكير او كده. فالاحسن طبعا ان انت تكون بتتفرج على ناس كتيرة، تكون حاطط لنفسك اكتر من شخص بتستعين منه بافكار، بتستعين منه مش شرط افكار، يعني مش شرط ان انت تلاقي هو عمل فكرة فانت تاخدها تعملها، لا، ما اقصدش كده. اقصد ان انت لما بتشوف شغله مثلا يكون شخص معين انت بتتفرج على شغله بيوحيلك بافكار في شغلك انت او في منطقتك انت، فاهم؟ يعني انا عن نفسي في كذا شخص كده انا حاططهم قدامي، كل ما ببقى مثلا محبط او كل ما ببقى ان انا يعني عنديش افكار، عندي فقر ابداع خالص، يعني دماغي عطلت تماما، بخش مثلا على بروفايلاتهم، بخش على قنواتهم، بتفرج على شغلهم تاني. يعني زي ما تقول ان انا بعمل ابديت كده لدماغي وبرجع تاني اتحمس ان انا اقدر اشتغل تاني واقدر انتج تاني وكل ده.
فهي دي الفكرة، هو ده اللي انا يعني ده الهدف من الفيديو ده النهاردة، ان انت مش عيب خالص تستعين بناس تانية ان هم يكونوا مصدر التفكير عندك او مصدر الكرياتيفيتي بالنسبة لك اللي بيحمسوك تشتغل. في ناس برضو بعتت لي على الستوري اللي انا كنت كاتبها دي، قالوا لي ان هم ما عندهمش اصلا مصدر بيستعينوا بيه او حاجة، ودي انا شايفها يعني هو عادي طبعا، هو كل واحد حقه يعمل اللي هو عايزه، بس انا شايف ان انت يوما ما هيجي لك وقت ويبقى عندك فقر افكار او يجي لك ارت بلوك او ايا يكن يعني مسمى الشيء. فانا مش فاهم انت هنا هتعمل ايه. يعني انت وقت ما تلاقي ان مفيش افكار خالص وان انت مش طايق تمسك ورقه وقلم حرفيا وان انت كاره الشيء ده، فانت للاسف هنا مش هيبقى قدامك اعتقد غير ان انت تستريح فتره ومش عارف بقى لما ترجع هتقدر تشتغل تاني ولا تفضل عطلان. انت هنا معتمد على نفسك بس. انا شايف، انا بالنسبه لي انا شايف ده شيء صعب. يعني انا مش هقدر اعمل حاجة زي دي. انا لازم يكون معايا ناس او قدام عيني ناس بستعين بيهم، بستعين بشغلهم، بستعين بافكارهم وهكذا. والناس اللي انا يعني الناس اللي انا حاططهم كمصدر للانسبيريشن ده هم كمان عندهم ناس تانية برضو بيستلهموا منهم افكارهم وهكذا. يعني هي ايه، عاملة زي دايرة كده او سيركل، كله بيستعين من كله، فاهمني؟ يعني في حكمة كان رسام قال لك ايه، سيمبايز كان في سيمبايز 2، اللي هو السيمباي ده اللي هو دي حاجه في الانمي تقريبا على ما اعتقد، اللي هو المعلم او الشخص اللي انت بتستلهم منه من شغله، الشخص اللي انت نفسك تبقى زيه يعني. فقال لك ايه، ان حتى الشخص اللي انت شايفه اعلى واحد ده هو نفسه عنده شخص تاني بيستلهم منه وشايفه اعلى واحد وهكذا، والشخص ده برضو شايف ان في شخص اعلى منه وهكذا بقى. يعني حتى اعتقد ممكن لو وصلنا بقى لاكبر واحد خالص، يعني اجمد واحد خالص في المجال، فممكن يكون اجمد واحد ده بيستلهم افكاره من واحد صغير عادي. فهي الفكرة ان هي ملهاش قاعدة، ملهاش نهاية، يعني اقصد ملهاش بداية ونهاية، لا ده هي دايرة كده وكله بيستعين من كله وكله بيستلهم افكاره من كله، لان هي دي طبيعة الحياة، ان احنا بنستلهم من بعض وان احنا بنوحي لبعض بافكار وهكذا. حتى تلاقي يعني بدليل على ده ان انت ممكن تلاقي مثلا شخصين عملوا نفس الفكرة في نفس الوقت والاتنين ما كانوش يعرفوا بعض او مش سارقين من بعض، يعني لا ده هو فعلا نفس الفكرة جت لنفس الشخصين في نفس الوقت. فده شيء وارد، مش معناها سرقة او مش معناها اي حاجة. الفكرة بس ان هم دماغهم او توارد الافكار اللي جالهم لان هم دماغهم قريبة من بعض، مصدر الالهام اللي كانوا بياخدوا منه قريب او ايا يكن يعني السبب. فده اللي اقصده، ان عادي جدا دماغنا تكون متشابهة نسبيا، وعادي ان احنا ناخد من بعض افكار، ناخد من بعض اسلوب بس. فهو ده اللي انا يعني كنت بتكلم فيه. اتفرجوا كتير وخلوا ليكوا دايما اكتر من مصدر للالهام، بحيث لو حصل اي حاجة لاي مصدر منهم يبقى عندك البديل، سواء بقى شخص بطل، سواء شخص يعني ما بيشتغلش، ايا يكن جات عليه فترة صعبة فوقف شغل، ايا يكن اللي يحصل، يبقى انت في الامان ويبقى انت عندك اكتر من مصدر، ما تبقاش معتمد على مصدر واحد بس. وكمان علشان شغلك ما يبقاش شبه شغل الشخص اللي انت بتستلهم منه ده، لان انت عندك شخص واحد بتستلهم منه زي ما احنا قلنا، هيبقى شغلك تلقائي متأثر بيه جدا، وده احنا مش يعني شيء ما نرجحوش بصراحة. لا اتفرج كتير وخلي عينك تلقط حاجات كتير، كون مكتبة جوه دماغك، ده شيء عظيم جدا. يعني ده انا شخصيا بحاول اعمله حاليا، ان انا اكون مكتبة جوه دماغي من الشخصيات ومن الافكار ومن الاساليب ومن حاجات مختلفة، بحيث ان انا بقى لما عاوز اشتغل انا بنفسي، سواء اكريت فيديو او ارسم او احرك او اعمل اي حاجة، المكتبة اللي في دماغي دي تطلع تلقائي، ان انا اكون تلقائي وانا ايدي بترسم او ايدي بتحرك، خلاص مخي عارف انا بعمل ايه، ومجرد بس عملية روتينية وبس كده. يعني اتمنى ان احنا نكون يوما ما من مصادر الالهام للناس، لان ده يعني شيء مش سهل وشيء عظيم قوي ان انت توصل ان انت تكون مصدر الهام لشخص ما، فده شيء جميل يعني اتمنى كلنا نوصل له. وبس كده، شكرا جدا انكم اتفرجتوا. السلام عليكم.